بدا المنتخب المغربي كيوجد المباراة الثانية ليه في المونديال اللي غادي يواجه منتخب اسكتلندا. هاد المباراة اللي غادي تكون صعيبة، خاص اللاعبين يكونوا مركزين ومستعدين للمقابلة. في هاد الفيديو غادي نتعرفوا على شكون هو المنتخب اسكتلندا، وشنو هما نقاط القوة والضعف ديالو، وعلى التشكيلة المثالية اللي غادي يدخل بها المنتخب المغربي. قبل ما نبداو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتشترك معنا في القناة. نبداو على بركة الله. المنتخب المغربي الكل تفائل به من خلال الأداء اللي قدمه ضد البرازيل، وصل رسالة لكل المنتخبات المشاركة أنه منتخب واجد وقادر ينافس لكل المنتخبات، والعين ديالو هو يمشي لأبعد نقطة، ولما لا الفوز باللقب كأس العالم. في مباراة المغرب ضد البرازيل، واخا كانت النتيجة تعادل بين الفريقين، فين شفنا منتخب قوي وقادر يفرض راسه في المباراة من خلال الضغط العالي على الخصم والتحولات السريعة والذكاء التكتيكي الواضح. وشفنا سيطرة المنتخب في الشوط الأول من جميع الجوانب رغم غياب عنصرين اللي كنا معولين عليهم صراحة، اللي هما كل من عبد الصمد الزلزولي ونيف إكرت. هنا الكل لاحظ أن المنتخب المغربي ما بقاش كيعول على أسماء معينة فقط، ولكن ولات عنده منظومة كاملة قادرة تعوض أي غياب. كين شفنا شادي رياض وعيسى ديوب واقفين مزيان في الدفاع، وشفنا نصير مزراوي واشرف حكيمي كيقدموا مجهود كبير في الاطراف. شفنا وسط ميدان عالمي اللي كيضم ايوب بوعدي ونائل العناوي. الثنائي بالخصوص عطى اشارات قويه وارتياح كبير في وسط الميدان، وغادي ياخذوا المشعل لسنوات طويله. وشفنا وسط ميدان هجومي اكثر فعاليه اللي هو عز الدين اناحي، وشفنا اجنحه كيخلقوا الفارق بالسرعه ديالهم اللي هو ابراهيم دياز وبلال الخنوس. شفنا رأس حربة عصري اللي هو اسماعيل السيباري. وبالنسبة لمردود المنتخب مع البرازيل، عطى ثقة واضحة وفرض الاحترام على باقي المنافسين. وفي مباراة ضد اسكتلندا غادي تكون مختلفة تماما، لأن الخصم غادي يلعب بطريقة مباشرة وكيعتمد على القوة البدنية. وهنا خاص المنتخب المغربي يفرض اللعب ديالو على المنتخب اللي كيدافع أكثر. ندوزو نهضروا على منتخب اسكتلندا اللي قدر يحقق الفوز الأول على منتخب هايتي، وبدا بطريقة مزيانة على مستوى النتيجة ولكن بصعوبة، الأمر اللي خلاهم الآن يحتلوا صدارة المجموعة الثالثة. اسكتلندا غادي تدخل بثقة كبيرة ضد المغرب، وعارفة بأن الفوز على المنتخب المغربي غادي يحسم لهم التأهل مباشرة للدور الثاني لأول مرة في التاريخ ديالهم. وبالنسبة لطريقة اللعب اللي كيلعب بها منتخب اسكتلندا قيادة المدرب ستيف كلاف، هو منتخب كيعتمد على التنظيم والقوة البدنية واللعب المباشر، وكيبقى متماسك دفاعيا وكيصعب المهمة على الخصم، ومن بعد كيضرب في المساحات والتحولات السريعة. بالنسبة لدفاع اسكتلندا كيكون منظم بزاف وما كيخليش المساحات الكبيرة بين الدفاع ووسط الميدان. ومن نقاط القوة اللي عندهم أنهم أقوياء في الالتحامات البدنية والكرات الهوائية، وكيعرفوا كيفاش يغلقوا العمق. هجوميا المنتخب الاسكتلندي كيعتمد على السرعة في التحولات، ومن أهم الأسلحة ديالهم هي الكرات الثابتة. وبالنسبة لنقاط ضعف المنتخب اسكتلندا كيلقى صعوبات في الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وغالبا بناء الهجمات ديالهم كيبقى محدود، وكيعتمدوا على الكرات الطويلة والعرضيات أكثر من اللاعب المركز، وكيعانوا من بطء في التحولات من الدفاع للهجوم. وندوزو للمنتخب المغربي ونشوفوا التشكيلة المتوقعة اللي غادي يعتمد عليها محمد وهبي، والأسلوب اللي كيعتمد عليه هو 4-2-3-1، وغالبا ما غاديش يدير تغييرات كثيرة في تشكيلة المنتخب المغربي. نبداو بحراسة المرمى اللي الأمور واضحة، هو ياسين بونو اللي تألق في آخر نسخة في كأس إفريقيا واستقبل غير جوج ديال الأهداف، وتوج بأفضل حارس مرمى في كأس إفريقيا. ندوزو لقلب الدفاع اللي غادي يعتمد عليه وهبي. نبداو بأول واحد هو شادي رياض، اللاعب اللي ظهر بمستوى جيد في المقابلة الأولى في كأس العالم، اللاعب اللي عنده إمكانيات كبيرة في الدفاع، سريع ومقاتل. ندوزو للاعب آخر هو عيسى ديوب اللي قدر يقدم مباراة ممتازة ضد البرازيل، لاعب قوي بدنيا عنده خبرة وتجربة وربح للمنتخب المغربي. ندوزو الأظهرة ونبداو بأول واحد هو أشرف حكيمي، اللاعب اللي ما فيش نقاش للمستوى ديالو ثابت لا مع الفريق ديالو ولا مع المنتخب، هو قائد في كتيبة محمد وهبي. ونمشيو للظهير الأيسر هو نصير مزراوي، اللاعب المقاتل في الميدان كيجمع بين الدفاع والهجوم ومنضبط تكتيكيا. وندوزو لوسط الميدان اللي عطانا واحد الارتياح كبير في المقابلة ضد البرازيل، بحيث المغرب ولا كيملك وسط ميدان مثالي كيضم كل من نائل العيناوي وأيوب بوعدي. نبداو بأول واحد هو نائل العيناوي اللي المستوى ديالو ثابت مع المنتخب المغربي، كيتوفر على إمكانيات كبيرة، سخاء بدني كبير في وسط الملعب، ولا ركيزة أساسية
في المنتخب المغربي. وتاني لاعب هو أيوب بوعدي اللي صبح حديث العالم من بعد المباراة الكبيرة اللي قدم ضد البرازيل. وهو في سن صغير لاعب عنده شخصية ونضج كروي في الملعب. ندوزو المركز الصناعي اللاعب هو عز الدين أناحي، اللاعب اللي كيتوفر على موهبة كبيرة وجودة تقنية وتكتيكية في وسط الميدان. ندوزو لخط الهجوم اللي غادي يعتمد عليها محمد وهبي. نبداو بأول مركز هو الجناح الأيمن إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، لاعب سريع ومراوغ وقدم مباراة جيدة ضد البرازيل. وندوزو للجناح الأيسر اللي غالبا غادي يعتمد عليه هو بلال الخنوس، واحد من الأسماء الموهوبة في كرة القدم. قدم مباراة كبيرة ضد البرازيل فين شفنا وهبي وظفو كجناح وقدر يقدم مستوى جيد وكان فعال في العديد من المحاولات. ندوزو لرأس الحربة اللي اعتمد عليه وهبي هو إسماعيل السيباري كتوظيف جديد ليه في المنتخب المغربي اللي نجح فيه وقدر يسجل ضد البرازيل بطريقة رائعة. والتوظيف ديالو كمهاجم عصري. وهكا غادي نكونوا سالينا التشكيلة المحتملة اللي غادي تواجه المنتخب الاسكتلندي، وخاصنا ندخلوا مركزين في المقابلة لأن المنتخب اسكتلندا ماشي منتخب سهل، بل كيتوفر على لاعبين جيدين. وكنتمنى المنتخب المغربي يدخل عازم باش يحقق نتيجة إيجابية اللي هي الفوز ونحققوا 3 نقاط ونحتلوا الصدارة. وما تنساش تشارك معنا في القناة.